سؤال صعب شويه، مستعدين؟ جاهزين. مباراه الاهلي والزمالك في موسم 2019 2020 كانت الزمالك ومين؟ الزمالك والاهلي انتهت بنتيجه 3-1 للزمالك. مين اللي احرز الهدف الاخير ورصاصه الرحمه لنادي الزمالك؟ عطيه، عندك 3 ثواني، ثانيتين. يوسف اسامه نبيه. اجابه غلط. انا معايا تشانس، ممكن سؤال تاني؟ السؤال مره تانية. ماتش قمه ما بين الاهلي والزمالك 2019 2020 انتهت بنتيجه 3-1 للزمالك. سنه كام؟ 2019 2020. مين اللي احرز الهدف الاخير لنادي الزمالك؟ تحبوا هنتات؟ لا اجاوب. لا مفيش اجابه، هديكوا هنتات. لا انا عايز اجاوب. لا جاوب. لا ما يجاوبش لان هو خد فرصته عشان بعد كده يتعلم ما يتسرعش. هديكوا هنتات. الماتش ده اللي جاب الجول الاولاني للزمالك زيزو، بعد كده النادي الاهلي تعادل بياسر ابراهيم، وبعد كده مصطفى محمد تقدم مره ثانيه للزمالك بنتيجه 2-1. انا فاروق جعفر. اجابه غلط. برضه وبعد كده اللي حرز الهدف الثالث ورصاصه الرحمه كان عيل شاب. هو ايوه قربت. قربت. لا يوسف ولا سيف، كان عيل شاب. كان مين؟ كان في حد معاهم كده بس كان مش اللي بيلعب وينج يمين قدام عندكم اللي هو مشي ده. مين اللي كان الوينج يمين الاسمراني. وينج يمين؟ خلي بالك ممكن يكون بيلخبطك. لا كان شاب صغير من ناشئين الزمالك. ايوه ما هو كان شاب صغير من ناشئين الزمالك. مش فاكر مين صراحه، مش فاكر، بس هو كان فكر يا جوهري. عشان كده قلت يوسف او سيف. طب ادينا بص هو اشول هو على ما اتذكر ان هو بيلعب برجليه. طب انا هجرب اسامه فيصل. اجابه صحيحه. صح